هذا البرنامج برعاية سوداني. يدخل الزوج البيت، يقابل زوجته يقول لها جيب لي كوبايه المويه، يجيب لي كوبايه المويه يقول لها جهز لي الغداء عشان انا جعان، يجهز لي الغداء يقول لها كل لي جلابيه عشان انا مارق. يمرق يرجع الساعه 10 بالليل يلقاها نايمه، صحيها بالراحه تقول الحمد لله الراجل جاي يتونس معي، يقول لها والله من الصباح جعان قوم اعمل لي العشاء، تعمل لي العشاء وتجي عشان تقعد معاه، يقول لها والله جسمي مكسر وتعبان ولف من الصباح، اطفي النور وانت مارقه وصحيني بكره بدري. فرق كبير بينك تتعامل مع زوجتك على إنها إنسانة مكلفة بإن هي تغسل وتكوي وتنظف وتمسح، وإن هي إنسانة لها أحاسيس ومشاعر. زوجتك من حقها عليك إنك تديها مساحة من زمنك زي ما بتدي مساحة لعملك وأهلك. من حقها عليك إنك تاخد وتدي معاها في الكلام وإنك تشاركها اهتماماتها. هقول لها أنا فاضي، أنا اليوم كله طالع وشغال وحايم. هقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان فاضي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ رسالة السماء إلى الأرض ويسوس السياسات ويقود الجيوش ويحكم بين الناس، وتدخل أمنا عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم عشان تحكي له قصة 11 امرأة في الجاهلية، كل واحدة بتوصف زوجها بشنو. 11 امرأة أمنا عائشة بتحكي قصتهم واحدة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينصت ويستمع ويبتسم ويعلق. وآخر قصة بتحكيها أمنا عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم عن أم زرع وأبي زرع، وتوريه قدر شنو أم زرع كانت بتحب أبي زرع محبة كبيرة، ويجي النبي صلى الله عليه وسلم عشان يوريها إنه قدر شنو مستمتع بالحديث ومنصت ليه، ويقول لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع. حتى لو جات واحدة الراجلة تقول له تعال أحكي لك واحدة من جاراتنا دي عملت شنو، يقول لك أنا فاضي ما عندي غير المواضيع الفارغة ما فاضي إلا ونس نساوين. النبي صلى الله عليه وسلم كان أرجل الرجال وكان ينصت لزوجته على ما فيه من تكليف. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوري أمنا عائشة محبته ليه وهو قاعد معاه في أكل وشرب. تحكي أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول كنت أشرب من الإناء ثم أناوله للنبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاهه في موضع فيه، يعني تمسك القدح وتناول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقوم الرسول يلف القدح ويشوف هي شربت من وين ويشرب من نفس المكان. بيوصل لها رسالة نادر جدا ما بيوصلها رجل لزوجته في الزمن ده. تستعجب لما تلاقي واحد عمره 45 سنة واقف جنب العربية فاتح الباب استني زوجته تركب وبعد كده يقفل الباب وراها، أو يسندها وهو راكب المواصلات ويهيئ لها مقعدة حتى يجلس هو. كثير من الناس بيفتكر إن لما يتصرف التصرف ده بيقلل من مكانته كرجل. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر لما جاءت السيدة صفية عشان تركب الدابة، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخفض ركبته، تقوم السيدة صفية تطلع على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم عشان تركب الدابة. التعامل ده خلق نبوي وإكرامهم ده دين. بعض الناس تلقى الواحد يستحي إنه يذكر اسم زوجته أمام الناس، لما يجي يناديها يقول لها يا مرة يا هي، ولو كان في زيارة عند بعض الناس يقول لنا دي لي جماعة من جوا، كناية ما بكنية لها. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيعامل كل الناس وكل واحد على إنه أحب الناس إليه. سيدنا عمرو بن العاص استشعر الأمر ده، لكن حب أن يسمع الكلام ده شفاهة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقام سأله فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. فقال يا رسول الله ليس من النساء من الرجال. العجيب كانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم الثانية، قال أبوها. أرجع الأمر مرة ثانية لأمنا عائشة. بعض الناس ما عنده مشكلة في إنه يهين زوجته أو يسيء لها قدام الناس، أو إنه يضربها قدام أولاده، وكأنه لم يقرأ من قول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف، وكأنما لم يسمع
من وصية النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسارة في بيوتكم. اتق الله في زوجتك وأحسن إليها وأكرم عشرتها، عسى ولعل إن هي تكون بوابتك لدخول الجنة. هذا البرنامج برعاية سوداني.